عليكم ورحمة الله. المخيمات نتاع تندوف أو ما يعرف مخيمات العجاج أو ما يعرف بجمهورية الكرتون كتعيش في الآونة الأخيرة على واحد الصفيح ساخن، وكتعيش في ظل واحد الوضع مضطرب جدا بسبب ما تعرفه من واحد التدهور خطير على جميع الأصعدة. مؤخرا ارتفعت الوتيرة نتاع الاحتجاجات نتاع مجموعة من الصحراويين اللي جات على الخلفية نتاع الاستمرار نتاع المعاناة ديال هاد الناس اللي كيتمنعوا من التنقل وكيتحرموا من أبسط الحقوق داخل هاد المخيمات نتاع العار. السلطات الوصية في هاد المخيمات نتاع الذل والهوان كتخلي هاد الناس، هاد الصحراويين، داخل واحد السجن كبير كيفتقد الأبسط مقومات الحياة. هاد الوضع وهاد الضغط ولد انفجارا، وغادي تعرف المخيمات نتاع تندوف مؤخرا في هاد الأيام القليلة الماضية انفلات أمني خطير سيأتي كنتيجة نتاع القيام نتاع بعض العصابات المسلحة والمحسوبة على بعض قيادات جبهة البوليزاريو باستعمال الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء. هذه العصابات ستهاجم مركز ما يسمى بالشرطة بمخيم أسرد. هذا الهجوم نتج عليه مجموعة من العناصر نتاع الشرطة تصابوا وكانت إصابات بالغة. هذا الوضع ينذر بمزيد من التصعيد في هذه المخيمات. يعني الغريب والمضحك المبكي كما كيقولوا في هذه الواقعة هو كيف لجهاز أمني كينتظروا منه الصحراويين في المخيمات الحماية نتاعهم ما استطاعش يحمي حتى راسو وتعرض للهجوم، وما قدرش يدافع على المقر نتاع العمل نتاعو امام الهيجان والتمرد نتاع عصابات كتصول وتجول في هذه المخيمات وكتمارس سلطتها دون حسيب ولا رقيب. وتحت الغطاء نتاع حماية بعض قيادات هذه المخيمات نتاع الرابوني، هذا الوضع كيفضح بواحد الشكل ملموس هاد الكرتونية وهاد السراب اللي كيحكم هاد الدولة المزعومة اللي كتدعي دائما وفي خطاباتها بلي انها كتحمي سكان المخيمات. هاد الاوضاع، هاد الانفلات كيكذب هاد الوقائع اللي نتجت عليها هاد الفوضى في المخيمات، بمعنى دابا ان المخيمات نتاع تندوف اصبحت تحت رحمة العصابات المسلحة اللي بقات كتصول وتجول وتعيث فسادا. هذا الوضع تسبب في واحد الحالة من الرعب بين الأهالي، وكاين شهادات وتسربت فيديوهات وتسربت مجموعة نتاع المعطيات تفيد بلي أنه بشكل يومي كتكون مطاردات هوليودية في عموم المخيمات. هذا الوضع كيحدث امام مرأى ومسامع القيادات الوهميه نتاع البوليزاريو اللي ما قدروا يقدموا والو وما قدروش يستتبوا الامن، فقط كيحاولوا عن طريق واحد العصابات معينه كتحميهم هما. وبقى الوضع في المخيمات الان كتدبروا العصابات نتاع تجاره المخدرات ونتاع الاسلحه. يعني انفلت الوضع بشكل خطير جدا، والمخيمات الآن ماشية لواحد المسار اللي لا تحمد عقباه. باتت المخيمات نتاع تندوف الآن عبارة على واحد السجن كبير ورهينة المافيا
اللي ولات كتستبح اي حاجه في سبيل الاثراء والبحث على مكاسب ماليه تحت نظام وتحت الحمايه نتاع النظام العسكري الجزائري، اللي هو اصلا كيتاسس وكيقوم الفساد والارهاب والاجرام. الان اشهر قليله ان استمر الوضع على هذا الحال غادي يكون انفجار كبير، غادي ينتج على هاد التمردات وعلى هاد التسلح. بمعنى الان القيادات المتواجده بالبوليزاريو لا هم لها، لا تراهن على حمايه المواطنين، لا تراهن على استتباب الامن، لا تراهن على اي شيء من هذا القبيل. رهانها الوحيد هو انه تعتاش من التجاره تاع المخدرات، تعتاش من تجاره الاسلحه، وكل هذا على حساب وعلى ظهر مجموعه نتاع اللاجئين المغربيين على